مين اقوى هاكر في الشرق الاوسط. النهائي كان ما بين الامارات، السعودية، عمان، الكويت والاردن. من الناحية التانية عندنا مصر، الجزائر والمغرب. اقوى الهاكرز من كل الدول دول جمعوا 3 فرق مختلفة، يعني عندك حوالي 15 فرد من كل الدول دول بيتنافسوا على مين اقوى هاكر في الشرق الاوسط. وبعد ما ياخدوا الاول من المسابقة دي بيسفروا اليابان ينافس هناك على اقوى هاكر في العالم. فحاجة بالظبط اشبه بكاس العالم كده بالظبط. لكن بالنسبة للهاكرز زي ما قلت لك، قابلت المتسابقين دول وتعرفت عليهم. المركز الثالث كان من نصيب الامارات، فريق نيت باكيت. والمركز الثاني كان عندنا الفريق الجزائري سودو روت. والمناسبة يا جماعة ده واحد فعليا من اقوى الفرق الواحد ممكن يشوفها. واخيرا عندنا فريق ريبيليونز من مصر، هم دول اللي اخدوا المركز الاول. الكلام ده كان في شهر 9 تقريبا، حوالي يوم 23/9/2019. انا روحت من المؤتمر من هنا وكل طاقة وحماس اني لازم ابدأ العب تحديات زيهم.